فرحان كده بفريقك وهو كسبان. طبعا انا هنا بتكلم على مباراة الاهلي وسيمبا وفوز الاهلي على سيمبا 1-0 في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. وسيبك من الاهلي، اتحدى كل الصعوبات والظروف الصعبة في مباراة زي كده، من ضغط واجهاد على لعيبة الاهلي بسبب منتخب مصر، ومن اصابات، ومارسيل كولر او جمهور الاهلي اللي كنا بنقول عليهم يعني الله يكون في العون. ولكن كلمتين على السريع قوي: مباراة الاهلي وسيمبا رغم الظروف الصعبة الاهلي هو بيكسب، ولكن ضيف على الظروف الصعبة اللي الاهلي مر بيها الظلم التحكيمي، او بالمعنى الاصح الفجر التحكيمي. كورتين نتكلم عليهم او نقدر نقول هم اللي عليهم الجدل قوي، ده غير طبعا ان اي لمسة للعيب السيمبا فاول، ولعيبة الاهلي هتتضرب مفيش. كرة موديست اللي كانت في الدقيقة 22 أو 23 اللي اتردت بهجمة وشوبير تصدى لها، ولكن موديست بياخد كرة من السولية جميلة، بيروح واحد ضد واحد أو واحد على واحد، بيعدي الكرة من ورا المدافع بيتشعلق في جسم موديست، والحكم ولا هنا. والحكم بيقول أنا أعمى مش شايف. طب أنت أعمى ومش شايف، طب الفار عطلان؟ لا، الفار شغال. هل الفار كلم الحكم وقال له ارجع شوف اللعبه؟ ما نعرفش والله، ممكن يكون كلمه بس هو ما رجعش. ولكن مباراه زي كده في ربع النهائي، مباراه اقصائيه، الخسران هيقول له باي باي في بطوله غاليه، بطوله قويه زي دوري ابطال افريقيا، في كوره عليها جدل زي كده الحكم ما يرجعش ليها. سيبك من الاهلي كسب، ولكن افترض يا عم ان المباراه قربت وان فريق سيمبا اتعادل، لكن المفروض انت يعني كرة زي كده يا معلم، انا عاوز حقي، انا عاوز ركله الجزاء، ولكن ظلم وفجر تحكيمي في مباراة زي كده. ده غير الفاولات اللي كنت بقولك عليها ببلاش لعيب السيمبا كانت بتاخدها على حدود ال 18. كرة طاهر اللي في الشوط الثاني بيروح وبيعدي وبيعمل سلولة كده او تشيب للكرة وبيعدي، ومدافع سيمبا بيشيل طاهر والحكم بيقول ولا فيها اي حاجة، العب عادي. طب الفار ما رجعكش يا عم؟ الفار يا عم الكوره ممكن تكون مثلا ايه، يا عم هنقول من بره ال 18، ما ينفعش الفار يرجعك طالما هي مش جوه. طب حكم الرايه اللي على بعد خطوتين وشايف الكوره يرفع الرايه يحسب فاول؟ برضو مفيش. الحكم من الساحه نفسه اللي في الملعب قريب من الكوره وشايف؟ برضو مفيش. الكوره عدت والمدافع شال وما لمس الكوره؟ مفيش. فظلم تحكيمي فادح على الاهلي في مباراه سيمبا. ولكن رغم الظلم التحكيمي والفجر التحكيمي اللي وقع على الاهلي في مباراه زي كده، والاصابات والغيابات والاجهاد وكل ده، ولكن جمهور الاهلي هو بيقولها دايما: الاهلي بمن حضر. مليون مبروك على الاهلي وجمهوره، وكفايه عظمه لحد كده.